أهلا بكم في قناة سحر أسود. القصة التي ستستمعون إليها الآن ليست قصة عادية، وصلت إلينا من أحد المتابعين في الأردن، ويؤكد أنها حدثت فعلا مع 4 فتيات مراهقات. تفاصيلها غريبة ومرعبة إلى حد قد يجعلكم تظنون أنها مشهد من فيلم رعب، ولكن على حد قوله ما جرى كان حقيقة. والآن دعونا نصحبكم خطوة بخطوة داخل الأحداث، ثم نترك لكم الحكم. هل وقعت بالفعل أم أنها مجرد إشاعة أو خيال واسع ومرعب من أحد المتابعين؟ كان الممر الأخير في المدرسة أشبه بقبو منسي، رائحته رطوبة متعفنة، والجدران متشققة تنضح بذكريات غير مفهومة. في سقفه لمبة وحيدة تصدر أزيزا مستمرا تمض وتخبو كأنها تسترجع أنفاسها الأخيرة. في نهايته باب حديدي صدئ يتلألأ عليه الصدأ مثل دم قديم جف على مقبض. خلفه يوجد المخزن الكبير الذي لم يجرؤ أحد على الدخول إليه منذ سنوات، وكأن المدرسة كلها توافقت بصمت على نسيانه. في ذلك المساء كانت 4 فتيات واقفات أمام الباب يتبادلن نظرات مرتبكة يكسوها ضحك متكلف. سارة الهادئة التي تدعي العقل، رانيا المتحفظة المتوترة، منا الثرثارة التي تحاول تحويل الخوف إلى سخرية، وهي التي تخفي فضولا مرضيا خلف ابتسامتها العابثة. كان عقابهن واضحا: تنظيف المخزن حتى إشعار آخر. قالت منا ساخرة: ألن نكتشف هنا تابوتا فرعونيا أو جثة معلمة قديمة؟ ضحكت مي: كل ما سنجده هو الأوراق المتعفنة وصرصورين، لنجمع القليل ونخرج. رانيا وضعت كمامة ورقية على فمها، الرائحة تشبه قبرا فتح بعد 20 عاما. أما سارة فأشارت إليهن أن يهدأن لننتهي سريعا بل ألعاب سخيفة. فتحوا الباب وتدفق هواء قديم دافئ، كأن المكان تنفس بعد نوم طويل. الأرض خشنة تتفرقع تحت الأقدام، والجدران تحمل دوائر سوداء تشبه أختاما منسية كتبت عليها علامات الزمن. رفوف خشب متآكل، صناديق ممزقة، دما مكسورة لوجوه أطفال، ودفاتر محروقة الأطراف، وقطع طباشير متفتتة. وفي وسط هذا الخراب وجدوا صندوقا مختلفا، كان خشبه أغمق وحفر على سطحه رموز عربية متداخلة كأنها أنجزت بخنجر محترف. اقتربت منا وقالت: هذا ما يبدو وكأنه كنز. رفعت الغطاء بضحكة مترددة. بداخل الصندوق لوح خشبي مسطح أثقل من حجمه، ملمسه بارد بشكل غير طبيعي، حوافه محترقة كأنها قدمت قربانا للنار. على سطحه نقشت كلمة محفورة بيد غريبة: لعبة الأشباح. وبجواره مؤشر خشبي صغير على شكل قطرة دم وقطع حجر سوداء تشبه الكحل. مي التقطت اللوحة بعينين لامعتين. لماذا لا نجرب؟ رانيا اعترضت: هذا ليس وقت الحماقات. منا ضحكت: إنها مجرد لعبة، نضحك قليلا ثم نمضي. سارة صمتت لحظة ثم قالت: حسنا، 5 دقائق ثم نخرج. جلسنا حول الصندوق المقلوب ووضعنا اللوحة عليه والإبرة في الوسط. اللحظة التي لمست فيها أصابعهن الخشب صدرت من المصابيح أزيزا أعلى، وانبثقت رائحة تراب ساخن وكأن المكان صار له قلب ينبض. قالت منا بنبرة ساخرة: إن كان هنا شبح فأظهر نفسك. تحرك المؤشر قليلا ببطء يكاد لا يرى. انفجرنا من الضحك. صرخت مي: رانيا توقفي عن المزاح. ارتبكت رانيا وقالت: أنا لا أحرك شيئا. همست سارة: ربما مجرد هواء. لكن الهواء كان ساكنا ثقيلا. المؤشر تحرك ثانية ثم اصطدم بحرف نون، ثم حاء، ثم نون. نحن الأرواح تكتب. سألت مي بصوت مرتجف: نحن؟ من أنتم؟ الإبرة اندفعت كالمجنونة على اللوح مشكلة كلمات متسارعة. نحن هنا. اختفى الضحك. المصباح انطفأ لثوان ثم أضاء،
والباب الحديدي ارتج كأن أحدا يطرق من الخارج. أمسكت منا القفل لكنها سحبته جارحة يدها. كان المعدن ساخنا كجمرة. سارة صاحت: كفى، لنوقف هذا. لكن الإبرة تحركت فجأة إلى كلمة صغيرة محفورة في الزاوية: استمروا. جفت الحلوق. همست رانيا: هل منكم من يعبث؟ أجابت مي بابتسامة باهتة: ربما حارس أراد إخافتنا. صرخت منا متحدية: من أنتم؟ كتبت الإبرة: من تم نسيانهم. قالت سارة: ماذا تعنون؟ فكت الحروف وكتبت: أطفال، تلاميذ، معلمة، أبواب أقفلت، منا هنا. وشهقت مي كأننا نحن الآن. وفجأة نظرت إلى هاتف سارة: 7:52 مساء. لقد دخلنا بعد الظهر. الزمن سرق منهن. الإبرة تحركت. اللعبة بدأت. ومن تلك اللحظة انقلب كل شيء. الظلام تكاثف بين الأرفف. الدولاب الخشبي في الركن اهتز قليلا. مي أشارت بفزع: ثمة شخص يقف هناك. لم ترى الأخريات شيئا إلا ظلا طويلا يتسلق على الأرض. ارتجف الدولاب، فتح ببطء وخرجت منه رائحة دم دافئ. اقتربت مي كأن قوة شدتها. صرخت سارة لتوقفها، غير أن الدخان الأسود التف حول جسد مي وسحبها داخل الظلام. أغلق الباب بخبطة عنيفة، وعندما فتحوه لم يجدوا سوى أثر كف مدمى على الخشب وريحا حاد. الإبرة كتبت: 1. رانيا شهقت: إنها مي. صرخت منا: مبروك عليكم، هل هذا كل ما أردتموه؟ اللوح كتبت: اللعبة لم تنتهي. بعد دقائق كانت رانيا تحدق في مرآة صغيرة مشققة مستندة على الكرتون. رأت وجهها ثم لم تره. انعكس بدلا منه وجها غارقا في السواد، عينان بلا بياض، وفم مفتوح يبتسم ابتسامة زائفة. صرخت وأدارت وجهها، لكن انعكاسها ابتسم لها مباشرة، ثم مد يدا سوداء من داخل الزجاج وسحبها. المرآة ارتجت حتى تحطمت وتفتتت شظاياها مع اختفاء جسد رانيا على الحائط. بقيت بقعة السوداء تشبه فجوة أبدية. وكتبت الإبرة أيضا: 2. انهارت منا تصرخ وتضرب الباب الحديدي بيديها حتى سال الدم. فجأة علت همسات أطفال في كل أركان المخزن. ضحكات مقطوعة تتقافز مع الظلال. شيئا فشيئا غامت عيناها، وسمعت خطوات راكدة صغيرة تحيطها، ثم صمت واختفت. الإبرة كتبت: 3. بقيت سارة وحدها. المقعد والمرآة والدولاب كلها صارت أدوات ملتهمة. جسمها كاد أن يتجمد ولم تعد قادرة على التنفس. المؤشر تحرك للمرة الأخيرة وكتب: حان دورك. ثم ذاب الضوء. حين فتح المخزن صباحا لم يجد الحارس شيئا سوى تراب كثيف، دما مكسورة، ودفاتر قديمة على الأرض. اللوح ما زال هناك، والإبرة مستقرة على كلمة واحدة: استمروا. وفي النهاية أقول: أتمنى أن تكون هذه القصة قد أعجبتكم. أنا المعلق الصوتي علي سعيد. لا تنسى اللايك وتفعيل زر الجرس للاشتراك بالقناة، وشكرا لحسن المتابعة.